ازيك يا شباب عاملين ايه؟ والفيديو بتاع النهارده صغير جدا جدا جدا، هنشرح فيه حاجه سريعه قوي، وهي الفيديو اللي انت شايفه قدامك دلوقتي ده كده متلون بس. دلوقتي كده احنا حطينا عزل افتراضي بدافينشي ريزولف، وزي ما انت شايف بيبان حقيقي جدا جدا جدا، وبيدي شكل حلو قوي للفيديو لو انت مصور بعدسه فتحتها مش اوسع حاجه، او لو مصور بالتليفون ممكن تعمل العزل ده كانك معاك كاميرا احترافيه او عدسه بفتحه عدسه واسعه يعني. فمش هياخد مننا اكتر من دقيقتين ثلاثه ان شاء الله، الموضوع بسيط جدا. ثانيا الدنيا حر جدا، فانا مولع المروحه، اتمنى تكون اديت كات شايله صوت الهواء علشان مش هقدر اطفيها يعني الصراحه. فبس كده، اتاكد انك عامل لايك واشترك في القناه عشان تشوف كل حاجه جايه. يلا بينا نبدا الشرح. طيب بصوا يا شباب، دلوقتي ده الفيديو بتاعنا اهو، ده متلون طبعا خالص فيه كل حاجه. فهنعمله دلوقتي ان احنا هنمسح منه كل التلوين الادفانسد اللي احنا عاملينه ده، وهنسيب بس الكلر كوركشن اللي احنا عاملينه اللي هو ده. حلو. هنيجي بقى نعمل نوت جديده، والنوت دي هنجيبها هنا كده على جنب، هنعمل فيها بقى الشغل بتاعنا كله. طبعا احنا هنعمل خطوه واحده من كل اللي انا مسحته ده. في نقطه بس مؤسفه، ان الافكتس اللي هنستخدمها النهارده موجوده في النسخه الاستوديو بس، مش في النسخه المجانيه من دافينشي ريزولف. فلازم يكون عندك النسخه الاستوديو، سواء بقى مشتريها سواء كراك ايا كان، المهم يكون عندك النسخه الاستوديو. طيب اول افكت هنحطه وهو افكت الدبس ماب. الدبس ماب هو اللي بيعمل ده كله اصلا. ايه هو افكت الدبس ماب؟ الدبس ماب ببساطه بيتعامل بالدبس، العمق بتاع الصوره، ايه اللي بعيد عن اللينس وايه اللي قريب من اللينس. فبنعمل بيه ايه؟ بنعمل بيه عزل الشخصيه بتاعتنا، بتعزل نفسك عن الخلفيه كانك بتعمل روتوسكوبينج كده على افتر افكت. فهنيجي هنا طبعا هنلاقي ان هو محدد شويه حاجات كتير. كل اللي هنعمله ان احنا هنعمل ادجاست، هنفعل الادجاست هنا، وهنفعل بتاع الماب فينس. بعد كده هتلعب بقى في الفار ليميت لحد ما تلاقيه محددك لوحدك كده الى حد ما، والنير ليميت. ممكن يقابلك مشكله صغيره زي دي بس عادي ممكن تعدي، يعني ان انت دي حسب بقى زاويه التصوير نظبطها وقت التصوير، ان الحته دي بتاعه المكتب هي قريبه مني جدا، انا ببقى قاعد هنا فهي جنبي، فبالتالي طلعت معايا في نفس العمق بالظبط بتاعي. بس هتقعد تلعب لحد ما تطلع يعني اقرب حاجه للكمال، فاهم؟ تقريبا كده دي اقرب حاجه نقدر عليها. الفكره بقى في النقطه اللي تحت، ان انت لما بتعلي البوست بيعمل زي تشبع اكتر، او بيعمل زي شاربنس اكتر للماسك نفسه، فيبقى ماسك الماسك مظبوط. طبعا هنا في بلور، لو انت عايز الماسك يبقى خفيف بس بنلغيه او مش بنعليه قوي. ممكن نعمل اكسباند سنه صغيره علشان تحسبا لاي حاجه ممكن تحصل. كده احنا خلصنا الماسك بتاعنا، كده انت عزلت نفسك عن الخلفيه. كل اللي هنعمله بقى ايه؟ هنلغي الدبس ماب ريفيو بس اول عشان نشوف الفيديو بتاعنا عادي كده اهو كده. حلو. هنطلع بقى ناخد من الدبس ماب واحده، اللي هي هنعمل ايه؟ هنعمل نود عاديه، نود كوركشن عادي، هناخدها من الدبس ماب. وهناخد من الدبس ماب ايه؟ اللايت اوت بتاعها. خدنا الاوت من الدبس ماب، بمعنى ان احنا خدنا يعني دي كده تبع دي، يعني لو قفلنا كده هتلاقي ان دي ظاهره الماسك بتاعنا، واخدين الماسك بتاعنا. هنعمل ايه بقى؟ هناخد من دي نود تاني، وهتبقى النود بتاعتها اوت سايد. فاحنا كده خدنا العكس، يعني ده العكس بتاع دي. فبالتالي كده احنا معانا دي الخلفيه نفسها. عملنا كنترول اتش، كده احنا واخدين الخلفيه ماسك. خلاص مش محتاج اقول لك بقى هنعمل ايه. هنجيب بلور افكت، انا بحب احط اللينس بلور. هنجيب افكت اللينس بلور، انا بحب بتاع اللينس بيطلع احسن حاجه، لينس بلور، ونحطه على الفيديو. طبعا تفضل تلعب بقى في ايوه، تلعب في القيم بتاعتك لحد ما تبقى اقرب حاجه للحقيقي، لان لو زاد قوي هيبان جدا يعني مش محتاج. فهنلعب فيه شويه كده لحد ما نوصل مثلا للنتيجه دي. طبعا دي اوفر، بس انت بتقعد شويه تظبط بقى في القيم بتاعتك لحد ما تلاقيه مظبوط. طبعا انا عملت اي حاجه، انا بس بوريك الطريقه بتاعتي. ولو جينا رجعنا كده دخلنا على اي فيديو تاني، هتلاقي بقى هنا النتيجه بتاعتنا اللي احنا وصلنا لها في الفيديو اللي احنا عاملينه اوريدي. دي النتيجه بتاعتنا اهي. هات الافكت بتاع البلير، انهي واحد؟ هو ده. وكده لو لغيناه كده حطيناه، فالافكت كويس جدا، بيطلع لك الفيديو بشكل حلو شويه. بس الفكره انك تظبطه بس مش اكتر. وشرح في السريع منه خلصنا كده خلاص. اشترك في القناه، لو عندك اي سؤال اي حاجه حابب نعمل عنها فيديو اكتب لي في الكومنتس تحت، اكتب لي رايك في الكومنتس. ما تنساش طبعا تعمل لايك علشان ده بيبقى مفيد جدا بالنسبه لي، وبيخلي ريتش الفيديو يعني، او الحاجات الحلوه اللي انت عارفها دي كلها. بس كده، اشوفك الفيديو اللي جاي.